ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهارده بمناسبة عيد الحب، كل سنة وانتم طيبين. قُلت نعمل تورتاية لذيذة كده على شكل قلب. أنا ما ليش في التورت أوي، بس قُلت يعني نحاول مع بعض، وطلعت لذيذة أوي وسهلة. وبعدين يعني المكونات مش هاقول لِك إنها موجودة في كل بيت، لكن مكوناتها معقولة، يعني على الأقل أرخص بكتير من إنِّك هتجيبيها جاهزة من برّه، في نفس الوقت حلوة ولذيذة جدًا. أنا عملت كيك الred velvet، ده الدقيق الخاص بيها، هتلاقيه في محلات مستلزمات الحلواني، نُص كيلو منه هتضيفي له علبتين زبادي من العلب الصغيرة، و3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ونُص كوباية زيت والفانيليا. هي دي كل مكوناتنا النهارده. هتضربيهم بالمضرب اليدوي كده علشان الدقيق ما يطيرش في وشِك الأول، وبعدين استخدمي مضرب كهربا على سرعة هادية كده دقيقتين، وبعدين زوّدي السرعة 3، 4 دقايق. بعد كده افصلي المضرب شوية وبالspatula وقلّبي الكيك من تحت لفوق علشان لو في أي حاجة مترسبة تحت من الدقيق لسه نطلّعها ونضربها كويس. بعد كده كمّلي بقى ضرب 3، 4 دقايق كمان. كده الكيك بتاعنا بقى جاهز. أنا استخدمت قالب تشيز كيك شكله قلب، لو مش موجود عندِك ما فيش مشكلة، استخدمي أي صينية عادية. حطيت فيه ورق زبدة من تحت، ونزّلت فيه الكيك كده، وتخبطيه بقى خبطتين كده على الرخامة علشان يطلّع أي فقاعات هوا فيه، وهندخّله الفرن. بعد كده الكريمة بتاعتي 6 مثلثات جبنة كريمي أو مربعات، يعني ضِفت لهم معلقتين سكر بودرة، وضربتهم ضربة الأول مع بعض، وبعدين ضِفت لهم كوباية كريم شانتيه وكوباية لبن ساقعة أوي، وتكمّلي بقى ضرب لحد ما توصلي للقوام اللي لمّا ترفعي المضرب كده يدّيكِ المنقار، بالشكل ده كده. دخّليه بقى التلاجة لحد ما الكيك تطلع من الفرن وتبرد خالص ونبدأ نستخدمه. آدي كده شكل الكريمة بتاعتنا. الكيك طلع، هو كان الفرن كان شغّال على درجة حرارة 180، حطيت على الرف الوسطاني حوالي 40 دقيقة. وطلعت بالشكل ده. طلّعتها طبعًا من الصينية، وبعدين شِلت الوش بتاعها كده بالسكينة، وده هنفرمه كده في المحضّرة أو في المطحن بتاع الخلاط علشان نزيّن بيه الوش. وبعدين قسمت الكيك نُصّين، وشِلت بقى القاعدة اللي تحت اللي هي بتاعة الصينية لإنها كانت لسه موجودة، شِلتها كده، وشِلت ورقة الزبدة اللي كنا حاطينها بالشكل ده كده. كده بقى هنبدأ نزين الكيك. كمية الكريم شانتيه اللي عندنا هنقسمها على 3، تلت هنحطه في النص كده ما بين طبقتين الكيك، والتلت التاني على الوش، والتلت التالت بقى هتعملي بيه الجناب. ادي كده حطيت اول تلت، وبعدين التلت التاني حطيته على الوش كده، والتلت التالت بقى للجناب وللوردات كده اللي هنعملها على الوش للتزيين. طريقة التزيين دي بتاعتك، يعني غيّري عن الطريقة اللي أنا عاملاها براحتك، اعملي أي شكل تاني. ده كده الكيك اللي فرمناه، بتزيّني بيه كده بطريقة بسيطة كده، بترشيه على الوش بالشكل ده. وبعدين الجناب بتاعة التورتة النهارده حطيت عليها جوز هند. أنا يعني حاولت إن إحنا نستخدم ألوان إيه، أبيض وأحمر بس. حطيت الجوز الهند كده، وبرضه على الحرف بتاع الكيك كده حددته بجوز الهند بالشكل ده. بعد كده بدأت أحط بقى حلويات من اللي هي المسكرة كده الحمرا، زي ما باقول لِك استخدمت الألوان أبيض وأحمر بس. حطيتها كده، وشوية بقى وردات بالكريمة اللي باقية معانا على الحروف كده وعلى حرف الكيك من تحت. أنا ما ليش أوي في تزيين التورت، لكن إيه، يعني حاولت نعمل حاجة بسيطة كده. دايمًا أقول إن تزيين التورت ده عايز إيد يعني واخدة عليه، يعني بتعمله باستمرار. لكن برضه الواحد إيه، يحاول. آدي بقى الشكل النهائي بعد ما حطيت بقى الوردات اللي فوق والوردات اللي على الجناب. هو أنا بس كنت مستعجلة فقطّعتها على طول. هي المفروض تدخّليها الفريزر مش التلاجة ساعتين، لإن بقى إيه، الكريمة تبقى متماسكة معانا، وما ينزلش لون منها أبيض على الكيك الأحمر كده. الألوان تبقى واضحة أوي لمّا تدخّليها الفريزر ساعتين وبعدين تقطّعي، وتاكلي بقى بألف هنا. طالعة حلوة جدًا وطعمها جميل، وطبعًا أرخص بكتير من المحلات لو هنشتريها من برّه. ولو عجبتِك التورتة بتاعتي النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.